اليوم 9 من رمضان، رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا اليوم الأجواء برضو كمان منخفض، يعني هذا يعني منخفض في رمضان، يعني شايفين الأجواء. فتابعوا معنا الفيديو وشوفوا روتيننا في يوم 9 رمضان. طبعا رجعنا لكم وأجواء الخيمة. طبعا الدنيا شتاء، وليان هيها لابدة وهي حمود. شوفوا ايش عاملين، شوفوا ايش عاملين. وين انت؟ طبعا يا جماعة حمود مرشح، يعني لا تسمعوا صوته، هو ما بحكيش، لسه صغير على الحكي، بس طول الليل يعني عنده ساعة، لو عنده بيعطس بساعة. طيب ها ايش يعني انت عشان بنقول عنك عيان بتروح بتقح؟ وليان رأس الشر، هي اللي جابت له العدوى لأخوها. طبعا يا جماعة الجو شمس زي ما انتم شايفين. ايش بدنا نعمل؟ بدنا نروح نشغل اللابتوب، نرفع الجوال، نشبك نت. جيب الشيك، وين الشيك؟ يلا انزل خلاص يلا مشي، الدنيا هوا صح، خلص المنخفض بس لسه في ضوء الهوا. هاي لين تلعب مبسوطة. طبعا كله خير مكان، احنا يعني هي هذا شايفين القصر، خيام. هذه الأداة اللي بنعلق عليها الجوال، يعني بحط الجوال في هذه العلبة وبسحب هذا الحبل، شايفين حتى عامل حبل، وبسحب زي هيك بطلع الجوال لفوق، بصير في مكان عالي. وهي حط كيبل للشحن، هاي كيبل الشحن اللي بتشوفوه. مشكلة الحبل صار يعني يغلب في النزول والطلوع. ليش؟ لأنه انعدل، مش مشكلة. المهم برجيكو الفيشة تبعت الشحن، هاي بشبك هنا فيشة للشحن، بس المشكلة هو أنا خايف أحط الجوال اللي يوقع. وهاي اللي واحد طاقة، بدنا نشبك الجوال. هاي الخيمة اللي احنا بنقعد فيها، يلا نجهز ونشبك. هاي الصغار بيلعبوا. طبعا يا اخوان ليان هاي قاعدة بتلعب، بس ايش بتحكي انا مش فاهم. يلا بتغني هندي. قبل الفطرة يعني بنطلع، هاي تاخد ليان تروح، وهاي معي حمود برضو، نغير جو هيك يعني قبل بساعة. طبعا يا اخوان جينا على مكان عالي عشان اصور المخيم وهيك نطشش الاولاد معي. شايفين الاماكن، شايفين الاجواء محلاها، غزة حلوة. شايفين الأنوار، هذه مدينة حمد. هاي القصر وهذا المخيم، هاي الناس هيك بتقعد والأطفال بيلعبوا هنا. هاي ليان بتتفرج. وين ليان؟ حمود متفاعل. المخيم، وهذا المخيم اللي احنا ساكنين فيه. طبعا يا اخوان احنا كنا في هذاك المكان عند الحوض، هذا هيو البير تبع المية. هاي في ناس قاعدين فوق على السطح، شايفينهم. والله محلى الاجواء، محلى الغيوم. برجيكم اشي مش حلو في الغيوم، شايفين هذا الاشي؟ هذا اشي مش حلو في الغيم.
شايفين ايش هاد؟ هاد الطائرة. طبعا يا اخوان بهيك احنا بكون خلص يومنا وحان وقت الافطار. وهاي ليان، وينك يا حبيبتي؟ كيف انبسطت لما اخذتك فوق هناك تلعبي؟ اشوف الحاجات، فرجيهم الحاجات اللي اشتريتيها. هات نشوف الحاجات تاعت ليان. هذه ايش؟ هذا جوز هند. وايش كمان؟ وهي بسكوتة. حلو. وش كمان؟ وهي اندومي. واندومي. ماشي. الافطار تبعنا على السريع اللي هي مجدرة، وهي الصوص للمجدرة، واهم شيء السلطة. يا حبيبي ممتاز. مقبلات. يعني هذا كان طبق اليوم 9 من رمضان. اليوم 10 من رمضان يا اخوان. فليان اليوم حندمج الفيديوهين، هنشتغل الفيديو 9 و10، نخليهم فيديو واحد. هاي نقطة الشحن. هيك شحن الجوالات في غزة. كل شوي بنطلع ايش بنعمل؟ بنراقب الجو، اهم شي ما يكونش غيوم عشان نعرف ايش نشحن. وبنيجي طبعا البطاريات كلها ضاربة، ولا بطارية عنا كويسة. شايفين البطاريات كله هذا تجميع ومش نافع. والكهرباء النازل هاي من الشمس نازل زي ما انتم شايفين. هذا الانبوت 620، والاحمال اللي عنا اللي هي في الاوتبوت، هاي اوتبوت عنا 450 واط. طبعا يا اخوان اليوم الافطار تبعنا وين؟ في نقطة الشحن. طبعا هاي ليون، هاي الاكل تبعنا دجاج عملناه في كيس حراري، وهي هذا الرز برعاية المطبخ العالمي، ودقة وسلطات واشياء. اشوف ليان دد. هاي ليون، ويلا نلقاكم في يوم جديد. طبعا ليان عيان، ادعوا لها بالشفاء. طبعا يا اخوان اليوم طالعين، وهاي ليان طالع. استنى شوي، تعال شوفك. طب هات اشوفك بس، تعال شوفك. طبعا طالعين نشتري. اليوم صارت يعني احداث يعني بدناش نحكي بالسياسة، بس المهم صار في حرب، وعندنا صارت الاشياء جنونية. يعني ناس متعودين اذا صار اي تصعيد اي اشي في العالم كل الشعب بروح بيهجم يشتري طحين، يشتري سكر، يشتري مونة. المهم احنا اشترينا هيها، هذا اللحمة. هاي صورتك اشترينا لحمة. واشترينا، رايحين نشتري فليفلة. يعني اليوم بدنا نعمل مكرونة بدنا نحمرها. وتابعوا معنا للنهاية، يمكن هذا يكون دامج أكتر من يوم الفلوج. اليوم 11 رمضان. طبعا ليان الجو برد يا جماعة. شايفين ليان لابسة، صح إنه الدنيا شمس، شايفين الشمس، بس لقيت أخليكم تشوفوا درجة الحرارة موجودة عندي. يمكن 8 9. صح إنه الجو شمس بس الجو بارد جدا جدا جدا، يعني بيقول صقيع عندنا. شايفين المناظر اللي عندنا في هذه الأماكن. وين؟ أنا خلاص اقعد عندي. ثبت ليان. وين ليان؟ اخوان اليوم 11 رمضان. طبعا الفطرة تبعتنا اللي هي معكرونة، هاي حمرناها بالفرن، في رز، مقبلات طبعا. وهاي ليان لازم تلعب بالفانوس. المهم كل عام وانتم بخير، وهيك كان يومنا. انتظرونا بفيديوهات جديدة.